والله سهل قوي الكوره. مدرب طبيعي، مدرب عادي، لقى ان هو عنده لعيبه واحد اتنين تلاته، تمام. قدرت اعمل ايه باللعيبه دي؟ عملت تشكيله. طب الخصم عمل عليا فكره، اتكررت مره واتنين، في لعيب من عندي غلط، طلعت نزلت حد مكانه. طب في لعيب من عندي مش مناسب للخطه اللي انا بلعب بيها عشان اواجه الخصم في خطه الخصم، او عشان اقف قدام خطه الخصم، هعدي التشكيله كلها عادي جدا. الموضوع سهل، الموضوع سهل قوي قوي قوي. ما بص، ما يعني الكوره سهل. الف ب، واحد زائد واحد يساوي اتنين. هي معاك كواليتي كويس، كواليتي كويس. هو مش كواليتي، انت مش احسن فريق في مصر ولا اقل فريق في مصر برضه. ما انت صاحب بين البنين اهو. انت الكواليتي كويس اللي يقدر ان هو مثلا ياخد له كونفدراليه وكاس، ويعني ربنا يكرم باي حاجه ثالثه، ما كملش خلاص. مش حلم يعني، ده اكيد مش انا مش كمشجع نفسي لكن الاستواد اللي موجود والمشاكل الماديه والمش عارف ايه والاندوت ايه، بتقول ان انت تاخد مركز ثاني وبطوله. انا زي الفل، الموسم بتاعي تمام. ليه؟ لان انت محتاج ترجع دوري افريقيا، ومحتاج تبني بعد كده لقدام. طب الحمد لله الزمالك قدر يكسب طلائع الجيش، اللي هو برضه مش الفرقه اللي انا اقول ده احنا طلائع دي اشياء، لا طبعا. طلائع الجيش الاسماعيلي، مع احترامنا الاسماعيلي وجمهور الاسماعيلي كسبوا يعني اصلا بقى، فاهم انت ازاي؟ بس الحمد لله قدرنا ان احنا نفوز. ماذا بعد؟ انت خلاص كسبت وعملت كل حاجه والدنيا تمام. ماذا بعد؟ عندك ماتشين مهمين جدا جدا جدا. الماتشين دول هيغيب عنك احتمال بنسبه كبيره، هيغيب عنك اهم لعيب عندك في التيم كله، وهو اخوان بزيرة. مصاب طلع بيعيط، فربنا يستر، وان شاء الله ما تكونش اصابه كبيره يعني، وان شاء الله ربنا يشفيه ويقوم بالسلامه. وممكن يلحق ممكن ما يلحقش، بس اتمنى لو هو مش هيلحق اصلا او اصابه كبيره ما تخلوش يجي على نفسه عشان خاطر يلعب ماتشين السوبر. لان انت بعد اذنكم يا جماعه، وبعد اذن اي حد زملكاوي بيسمعني لو سمحت، احنا رايحين ماتشين السوبر دول وعارفين ان احنا عندنا مشاكل، عارفين ان احنا عندنا نواقص، عارفين ان احنا عندنا حوارات، عارفين ان احنا يعني عشان بس ما ننسحبش وبتاع يبقى غرامه وقصه وليله. احنا ايه؟ هنروح عندنا اول ماتش بيراميدز، والله كسبت خير وبركه، ما كسبتش خير وبركه عادي. ونسبه فوز الزمالك اقل بكثير من فوز بيراميدز يعني. بيراميدز مثلا لو نقول هيكسب بنسبه كام، هيكسب بنسبه 80%، الزمالك 20%. تمام. طب نفترض ان انت عديت بيراميدز يا سيدي، وده ما اعرفش ازاي، وده مش هيحصل، بس انا ما خلينا كل حاجه لوقتها. بس نفترض ان انت عديت بيراميدز، هتقابل الاهلي منافسك المباشر. فنفس القصه معايا بعد اذنكم، احنا رايحين ماتشين السوبر دول علشان فور فن، احنا رايحين ننبسط ونلعب عادي. الدنيا سهله، الدنيا جميله ولذيذه وحلوه وسالكه ازاي. تمام. رايحين نعمل ماتشين ودين ونرجع، سواء يلعب على الاول والثاني او الثالث والرابع عادي. الدنيا سالكه، واحنا عارفين اخرنا وعارفين اولنا وعارفين احنا ماشيين ازاي. انت رايح معاك مدرب مؤقت، رايح معاك لعيبه كويسه مش وحشه، ومعاك جمهور يحرك الصخر. والله كسبت خير وبركه، لعبت على الثالث والرابع خير وبركه، لعبت على الاول والثاني خير وبركه، خدت المركز الثالث حلو، الرابع حلو، الثاني حلو، خدت الاول. دي بقى قصه ثانيه يعني. اصلا فكره ان الزمالك يكسب البطوله دي بغض النظر عن هو واجه مين في الفاينل او واجه مين في نص الفاينل، بس انت معلش، انت بتلعب بيراميدز اعلى سكواد في مصر، والاهلي اغلى سكواد في مصر. انا معلش بقى، الاثنين مش عندي. انا لا عندي اعلى سكواد ولا عندي اغلى سكواد، انا عندي سكواد معقول، يعني منطقي كويس. فخلينا بس نركن الحته بتاعت فوز الزمالك بالبطوله دي اصلا لنسبتها لا تتعدى النص في المية اصلا بقى، مش هقول لك 1%، 10%، النص في المية على طول. تمام. فالزمالك ان شاء الله هنتكلم عن ماتش بيراميدز بالتفصيل، وهنشرح خطه بيراميدز، هنشرح كل حاجه ان شاء الله قبل ماتش الزمالك. ونتمنى ان الزمالك باذن الله يقدم ماتشين كويسين،
في الماتشين الجايين دول يقدم ماتشين كويسين، مش شرط تكسب، مش شرط تاخد ميداليه، مش شرط تاخد البطوله، المهم تقدم ماتش كويس، ماتش معقول، ماتش انا اقول والله كتر خيرهم. وانا عارف انت عندكم ايه، عارف المشاكل الماديه الاداره هي اللي السبب فيها، عارف عدم وجود مدير فني يعني احمد ابو رؤوف طبعا مدرب كويس والبدايه مبشره، ولكن فكره عدم برضه وجود مدير فني من اول السيزون، مدير فني كويس من اول السيزون، برضه الاداره هي السبب فيها. عدم وجود ان اللعيبه دي تاخد مستحقاتها، الاداره هي السبب فيها. حاجات كتير قوي الاداره هي السبب فيها، فدي مشكله الاداره، هم اللي يحلوها مش احنا مبدئيا. بس فانت عندك ماتشين الجايين، بيراميدز وبعدها تلعب الفائز او الخاسر من سيراميكا والاهلي، وبعدين هتلاعب سموحه، وبعدين ماتشين كونفدراليه. اتمنى ان شاء الله كمان بزاويه يبقى كويس لنفسه، مش شرط يكون للفرقه، يعني ان شاء الله يكون كويس، يكون ربنا يشفيه، وان شاء الله تكون اصابه بسيطه. واتمنى لو هو يعني اصابته مش كبيره بالشكل اللي تخليه يلعب، يا ريت يلعب عادي. لو اصابته كبيره بقى وبتاع، يا ريت ما يلعبش يعني، بالله عليكم، عشان الاصابه ما تتفاقمش ويقعد سنتين في المستشفى ونقعد نقول واحد اتنين الشهيد خوان بيزما فين والقصه دي كلها، مش ناقصين يعني. وعجبني جدا ان جمهور الزمالك النهارده ودي هتاف عظيم، قال لك العب كوره ما تشيلش هم، احمد عبد الرؤوف كل الدعم، شكرا. العب كورتك يا باشا، العب كوره، احنا مش طالبين منك حاجه، احنا عايزينك تلعب، احنا عايزين نستمتع بالماتش. احنا عارفين ان احنا رايحين في ده، عارفين ان احنا بالنسبه كبيره مع المدرب السباك اللي كان قبل كابتن احمد عبد الرؤوف، كنا هننزل ماتش النهارده يتعادل، كنا هننزل ماتش بيراميدز ناخد على عيننا يعني 4 6 8 كده يعني، تمام. كنا هننزل ماتش الفائز من، لو كنا مثلا الخاسر لو لعبنا سيراميكا، كنا ننزل نتعادل او نخسر قدام سيراميكا عادي جدا، لان انت ما كانش معاك مدير فني. الراجل النهارده بنفس اللعيبه بنفس كل حاجه، الراجل لسه ماسك امبارح، ماسك امبارح السبت، جاب النهارده الحد، شكرا، الدنيا سهله وجميله. عمل اللي اي حد من المشجعين اللي قاعدين على السوشيال ميديا بيقول عليه سهله. ربنا يكرم ومبروك. 3 نقط مهمين في المشوار بتاع الصعود لدوري ابطال افريقيا. ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله، نقدر نصعد دوري ابطال افريقيا السنه دي ان شاء الله باذن الله تعالى، وربنا يكرم الزمالك في اللي جاي. السلام عليكم.